سيادة الوزير، بقى أهمية زيارة حضرتك لألمانيا في هذا التوقيت، وما تتمخض عنه الزيارة من نتائج تلك. والزيارة بالتأكيد بتتم في توقيت دقيق للغاية في ظل الأوضاع الغير مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا داخل أوروبا. ومصر دولة إقليمية كبرى في منطقتها، مثل ألمانيا هي دولة إقليمية كبرى في منطقتها، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يكون في حوار ويكون في تشاور مستمر بين البلدين الصديقين. مصر هي عمود الاستقرار ومحور الاستقرار في المنطقة، تبذل جهد خارق بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على تحقيق الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة. وأيضا ألمانيا له دور مهم جدا داخل القارة الأوروبية. فكما ذكرت التوقيت مهم جدا، في حديث طبعا عن قضايا ملحة مثل الأوضاع في غزة، الأوضاع في الضفة الغربية، تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ترامب للسلام، أيضا الأوضاع الكارثية في السودان، الأوضاع الإنسانية المأساوية، الأوضاع في ليبيا، في منطقة البحر الأحمر، في سوريا، في لبنان، الملف النووي الإيراني، وأيضا الأزمة الأوكرانية. كل دي قضايا مهمة جدا. وكان الزيارة مثلت فرصة مهمة ان احنا نتحدث مع كبار المسؤولين الالمان، سواء وزير الخارجيه او مستشار الامن القومي الالماني، وايضا اعضاء البوندستاج، للتشاور والتباحث معهم حول هذه القضايا الهامه والملحه للبلدين الصديقين. حضرتك علقت في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الألماني حول أن مصر ألمان. والله مرة أخرى إن قضية الأمن المائي هي قضية وجودية لمصر، ودي مسألة لا يمكن التنازل أو التساهل فيما يتعلق بها. وده موقف مصري ثابت وصارم وحازم. ويمكن حضرتك تابعتي الكلمة الشديدة الأهمية اللي ألقاها فخامة الرئيس في افتتاح منتدى أسوان في أكتوبر الماضي، وكانت معبرة تماما عن الموقف المصري فيما يتعلق بقضية المياه باعتبارها قضية وجودية، وأن مصر لا يمكن أن تتساهل في حقوقها المائية. وهذا هو الموقف المصري. وأعلن أن المباحثات قد وصلت مع إثيوبيا إلى طريق مسدود، وأن مصر تحتفظ لنفسها بالحق كاملا في الدفاع عن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر، ووفقا لما يكفله القانون الدولي لنا. ملف غزة ومؤتمر إعمار غزة كان هو الشغل الشاغل لعدد كبير من دول العالم. ما هو ما تم التواصل في مصر والاستعدادات لمؤتمر إعادة احنا غزة؟ بنتشاور طبعا مع كل الشركاء الإقليميين والشركاء الدوليين، نتشاور مع الولايات المتحدة بسبب دورها شديد الأهمية، وبنشوف التوقيت المناسب في أسرع وقت ممكن لعقد هذا المؤتمر، لأن الأوضاع الكارثية في غزة لابد من التعامل معها بأسرع وقت ممكن. الشتاء دخل بالفعل والأوضاع مأساوية، لا يوجد هناك ملاذات للمدنيين الأبرياء في قطاع غزة تقيهم من برد الشتاء ومن الأمطار التي تسقط. ولذلك محتاجين نعقد هذا المؤتمر بأسرع وقت ممكن، محتاجين ننفذ المرحلة الأولى الخاصة بالتعافي المبكر، ودي مسألة مهمة جدا حتى يمكن ان احنا نتحرك، نقدم الدعم للفلسطينيين، نثبتهم على ارضهم، وبالتاكيد نتحرك بعد ذلك في اتجاه اعاده اعمار هل غزه. سيكون عقد المؤتمر قبل نهاية العام؟ نامل ذلك ونكثف كل جهودنا مع الجانب الامريكي ومع الشركاء الاوروبيين والعرب والاشقاء العرب والدول الاسلاميه، ومع اليابان وكل القوى المهمه والشركاء المهمين، حتى يمكن عقد هذا المؤتمر في اسرع وقت ممكن خلال الفتره القادمه. حضرتك كنت بزيارة إلى السودان وكانت زيارة مثمرة. حدثنا حضرتك عن أهم نقاط الزيارة. طبعا أنا تواجدت في السودان بتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على
نقل رسالة دعم كامل للحكومة السودانية وللشعب السوداني الشقيق ولمجلس السيادة، أن مصر معهم ومع وحدة السودان، والرفض الكامل لأي دعاوى للتقسيم أو المساس بسلامة الأراضي السودانية. ويعني نحن نبذل قصارى الجهد في إطار الرباعية للعمل على الاتفاق على التهدئة والتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، ومن ثم يؤسس إلى بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد وذات ملكية سودانية ولبناء السودان الجديد. ونأمل أن نتحرك في هذا الاتجاه في أسرع القمم. أعلم أن برنامج حضرتك مقدس. سوف أختم الحوار الشيق بسؤال عن وزير الهجرة والمسؤولين في الخارج، وليس وزير التربية فقط. حضرتك من تقريبا في الأندلسية المصرية في ألمانيا، وهي ليست سهلة لأنه جميعا يحبون حضرتك كثير من المودة. انطباع حضرتك احنا على طبعا هذا؟ الانطباع كان شديد الإيجابية. احنا بنعتز طبعا بكل أبناء الجالية المصرية الموجودين في الخارج، وبما في ذلك هنا في ألمانيا. كلهم مواطنين شرفاء يخدمون الوطن، وبالتالي عندنا توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم الممكن لهم، من خلال التسهيل عليهم، من خلال تقديم مبادرات وخدمات لهم والتسهيل عليهم، لأنهم أبناء مصر الشرفاء، لأنهم سفراء مصر الحقيقيين في الخارج. وإحنا بنقدم مبادرات وأفكار كثيرة للتسهيل عليهم، واستمعنا إلى آرائهم ونصائحهم وأفكارهم التي هي محل تقدير كامل، وهنستمر في التفاعل مع كل طلباتهم، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنهم. وطبعا مصر بتعتز بشدة بأبنائها في الخارج، وبتقدم لهم كل الدعم الممكن بطبيعة الحال. شكرا جزيلا على وقت حضرتك. أتمنى حضرتك كل التوفيق في مجال. شكرا جزيلا للاستضافة الكريمة.